بعرف شاب من فترة سألته شو بدك تصير وشو ناوي تصير أو شو ناوي تدخل بدراستك، أو قال لي أستاذ مدرسة معلم. فمن فترة قصيرة رجعنا اجتمعنا وحكينا بنفس الموضوع، فقلت له شو بدك تصير؟ اللي بدي اتطوع بالأمن العام. فسألته شو السبب؟ يعني أنت بينما تكون أستاذ مدرسة بينما تكون عنصر بالأمن العام. قال لي ما متت بس شفت يلي ماتوا. قال لي أنا بدي أروح أصير معلم مشان آخذ راتب $150 بالشهر أو $130. فللصراحة حزت في قلبي هي الكلمة، لأنه كلياتنا بنعرف أنه بلا المعلم ما حدا بيسوى شيء، لأنه هو المعلم أساس التعليم وأساس كل شيء. معقول وصلنا لهالحالة نحن؟ معقول وصلنا لحالة أنه الإنسان صار يدور كيف بده يأمن قوت يوم وقوت أولاده؟ تعرفوا شو يعني $130؟ يعني هي أقل واحد فينا بيعبيها بنزين بسيارته. كلياتنا بنعرف هذا الشيء ما بيصير، ولازم وزير التربية يسمع لمطالبهم. هذا واجب وحق، لأنه مطالبهم حق. مطالبهم حق، ما عم يخطئوا بمطالبهم، مطالبهم حق. حدا يطلع يوضح لهم، حدا يطلع يقول لهم كذا كذا. وأي مسؤول إذا ما نزل لعند الرعية فهو حرام يكون مسؤول. السلام عليكم.